السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طالب أولى إعدادي. يلا بينا نكمل، بس عندي ملحوظة صغيرة عايز أقولها لك في الأول. اوعى تكون مفكر إن الفيديوهات دي متصورة على أيام منفصلة وبطلع لك بنفس التيشيرت كل مرة. إحنا مصورين كلهم في نفس اليوم، بس عشان إيه؟ يلا بينا. محافظة الغربية، إدارة كفر الزيات، أحلى تحية للناس الجميلة وسمعني سلامتك ضربة في الهواء. يلا بينا. يمثل الماء حوالي 71% من جسم الإنسان. إجابة خاطئة طبعا. ليه غلط؟ 71% من كوكب الأرض أو 70% من جسم الإنسان. 2. تتحول طاقة وضع المياه المحتجزة خلف السد العالي إلى طاقة كهربية عند اندفاعها إلى أسفل. طبعا إجابة خاطئة. هي بتتحول من طاقة وضع إلى طاقة حركية. طيب، ماذا يحدث عند الطرق على قطعة من الكبريت؟ طبعا هقوله تتفتت قطعة الكبريت بسهولة لأنها من اللافلزات. مما تفسر ممتنعة تماما عن تذوق أو شم أو لمس أي طبخ الماما في المطبخ. سوري، أي مادة كيميائية في المعمل. هنقول لأن هناك أحماض حارقة وقلويات كاوية، اوعى تبدلهم لأن دي حاجة ودي حاجة. احسب الزمن الذي تستغرقه سيارة تتحرك بسرعة 4 متر على الثانية لقطع مسافة قدرها 200 متر. يلا بينا مع بعض نبدأ نحل. طبعا أنا عارف إن الزمن بيساوي المسافة. اكتب لك قانون هنا. التي بتساوي المسافة اللي هي دي على السرعة اللي هي في. الزمن عندي هو مديهولي ب200، المسافة سوري مديهالي ب200 أهي، على الأربعة اللي هي السرعة. قسمت المسافة على السرعة، نعمل على الآلة الحاسبة هتطلع لي 50 ثانية، يبقى الزمن 50 ثانية. طيب، في شبكة الغذاء اللي قدامك في الصورة دي بيقول لي ما عدد سلاسل الغذاء المكونة لهذه الشبكة؟ عايز أعرف دي كام سلسلة غذائية. طب تعالى نعد مع بعض. نبدأ دايما من البداية اللي هي العشب. أنا عندي سلسلة أدي واحد أهي، أهي انتهت هنا، دي كده سلسلة، وعندي السلسلة التانية أهي، يبقوا 2 سلسلتين. طب مستعرفنا منين؟ قلنا بنعرف من البداية، طالما طلع مننا سهمين يبقى دول سلسلتين. سؤال سهل مفيهوش حاجة. اكتب المصطلح العلمي. مجموعة النقاط اللي بيمر بها الجسم أثناء حركته. قلنا دي حاجة اسمها مسار الحركة، أول تعريف عندك في الوحدة التانية، مسار الحركة. طيب، صخور متماسكة متكونة من تسخر الرسوبيات. إذا هي صخور رسوبية. صخور رسوبية. طيب، كيف يمكن أن يتحول صخر رسوبي إلى صخر متحول؟ عن طريق الضغط والحرارة الشديدة. عن طريق الضغط والحرارة الشديدتين. ضغط وحرارة بيتحول الصخر الرسوبي إلى صخر متحول. طيب، اذكر أنماط التفاعلات الغذائية بين أفراد الجماعات الحيوية المختلفة. طيب، هنقول اللي هي الأربع حاجات اللي احنا قلناهم، اللي هي الافتراس، المنافسة، تبادل المنفعة، المعايشة. دي أنماط العلاقات الغذائية المختلفة. من الشكل اللي قدامنا في الصورة ده، ما الاسم الذي يطلق على مظهر اليد في هذا الشكل؟ طبعا دي طفرة. عرفت منين؟ عشان عنده 6 أصابع، يبقى دي طفرة. طبعا، لماذا تعد درجة الغليان خاصية مميزة للمواد النقية وليس التبخر؟ لأن التبخر يحدث عند أي درجة حرارة، فمش هيميز مادة عن التانية، لأنه كده كده بيحصل عند أي درجة حرارة. لكن درجة الغليان بتحدث عند درجة حرارة معينة، لذلك فهي خاصية مميزة للمواد. يعني مثلا عارف إن المية بتغلي عند 100، الزئبق بيغلي عند كذا، كده تبقى عارف كل سائل بيغلي عند درجة حرارة كام، فبتبقى خاصية مميزة للمادة. السؤال اللي بعده، الصيغة الجزيئية لحمض الكبريتيك. أنا تعبت والله من السؤال. حمض الكبريت H2SO4، H2SO4، H2SO4. انساها بقى في الامتحان، استنى اكتبها لك. H2SO4. طيب،
الصيغة الجزيئية لهيدروكسيد الصوديوم. حبيب قلبي الصوديوم Na، الهيدروكسيد OH، ده أحادي وده أحادي، تبقى الصيغة النهائية NaOH، دي الصيغة الجزيئية لهيدروكسيد الصوديوم. عزيزي الطالب، يلا ناخد بعضنا كده ونروح على السؤال اللي بعده. اذكر أهمية الأدلة. بم 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 بم. قلنا الأدلة دي تقدر تميز بين الأحماض والقلويات، الأحماض وبعضها والقلويات وبعضها. الأدلة دي حاجة مهمة لأن احنا بنستخدمها في المعمل للتفرقة بين المواد المختلفة. رقم 2، حمض الهيدروكلوريك، والراجل مسهلها عليكم بيقول لك حمض المعدة. حمض في المعدة بيعمل إيه في المعدة؟ أكيد بيهضم الطعام، بيساعدنا في هضم الطعام. 3، كرة الهدم. يعني مش هجاوب. كرة الهدم بتعمل إيه؟ بتهدم. طب بتهدم إيه؟ المنازل أو المباني القديمة. 4، الشمس. يلا حبيبي قول له أهمية الشمس عشان هو مش عارف، فأقول له. أهمية الشمس إيه؟ أيوه، المصدر الرئيسي للطاقة على كوكب الأرض. يلا السؤال اللي بعده. عندي ذوبان أكسيد الكالسيوم في الماء، ووضع شريطي دوار شمس في المحلول، فإن أحدهما يتغير لونه للون الأخضر. سؤال ممتاز. بص بقى معايا، أنا عندي هنا أكسيد كالسيوم. كالسيوم، ها، كالسيوم ده فلز، يعني يدينا حاجة اسمها أكسيد قاعدي، يعني لما يتحول هيبقى قلوي. قلوي بالقاف، بيزرق بالقاف ورقة عباد الشمس، يبقى يخلي لونها أزرق. طيب. السؤال اللي بعده، الرقم الهيدروجيني لمحلول كلوريد الصوديوم يساوي، طبعا قلناها قبل كده كتير قوي، 7، لأنه متعادل، ملح متعادل، ولا حمض ولا قلوي، يبقى يساوي 7. السؤال اللي بعده، ما المقصود بالطاقة الميكانيكية؟ أسهل تعريف عندك في المنهج، طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، أو مجموع طاقتي الوضع والحركة. ما النتائج المترتبة على التنافس بين أسدين من أجل الحصول على الغذاء يضر كلا الأسدين أو كلا الفردين؟ اكتب ما تشير إليه النسبة التالية في حدود ما درست. 70%. ما النتائج المترتبة على التنافس بين أسدين من أجل الحصول على الغذاء؟ هنقول يتأثر كلا الأسدين سلبا أو هيضر كلا الأسدين، لأن ده علاقة تنافس بيضر فيها الطرفين. اكتب ما تشير إليه النسبة في حدود ما درست. 70%. نسبة المياه في جسم الإنسان مثلا. أوكي. آخر سؤال، علل العلاقة الغذائية بين تمساح النيل وطائر الزقزاق لا تعد علاقة تبادل منفعة. سؤال حلو وجميل. نقول إن علاقة تبادل المنفعة يستفاد منها الطرفين، إنما العلاقة اللي قدامنا بتاعت تمساح النيل وطائر الزقزاق يستفاد طائر الزقزاق لكن التمساح لا يستفاد ولا يتضر، لذلك فهي علاقة معايشة. يلا بينا المحافظة اللي بعدها، ما تريحش مني كده، شغال معايا يلا. محافظة الدقهلية، إدارة تكرنس، أحلى ناس في الدنيا، يلا بينا. طيب، صخر من الصخور الرسوبية تم استخدامه في بناء أهرامات الجيزة. الحجر الجيري. الحجر الجيري. طيب، أقصر مسار مستقيم يوصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية قلنا اسمها الإزاحة. ماذا يحدث عند احتراق مغنيسيوم في وجود أكسجين ثم ذوبان الناتج في الماء؟ بص معايا صح، أنا عندي المغنيسيوم حرقته في الأكسجين، فبدل ما هو مغنيسيوم بقى أكسيد مغنيسيوم. أكسيد المغنيسيوم ده لما أدوبه في مية هيديني محلول قاعدي، هيبقى قلوي، لما أحط فيه دوار شمس هيحول لون اللون الأزرق. فالإجابة للسؤال ده هنقول عند احتراق عند احتراق المغنيسيوم في وجود أكسجين يتكون أكسيد المغنيسيوم MgO، وعند ذوبان الناتج في الماء يتكون هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH باي 2. هقولها لك تاني، عند احتراق المغنيسيوم في وجود الأكسجين يتكون أكسيد المغنيسيوم MgO، عند ذوبان الناتج في الماء يتكون هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH باي 2.
ماذا يحدث عند زيادة سرعة جسم متحرك للضعف مع ثبات الكتلة بالنسبة لطاقة الحركة؟ طيب قلنا قبل كده لما طاقة الحركة هتزيد للضعف يبقى لما السرعة بتزيد للضعف طاقة الحركة هتزيد 4 أمثال، لأن ما تنساش إحنا بنجيب مربع السرعة، لو زادت للضعف هيبقى 2 أس 2 4، يبقى طاقة الحركة هتزيد 4 أمثال. 3. نقص أعداد الكائنات المستهلكة الثانوية في سلسلة الغذاء. طيب فعندي في السلسلة لما تقل أعداد الكائنات المستهلكة الثانوية هتقل أعداد المستهلكة الدرجة التالتة لأنها بتتغذى عليها، وهتزيد أعداد الدرجة الأولى لأن ما عادش ليها مفترس. بص كده في الشاشة جنبك على اللي هكتبه لك دلوقتي. عندي هنا مستهلك أولي ثانوي ثالثي اللي هو الدرجة التالتة. الثانوي ده لو قل الثالثي مش هيلاقي حاجة يتغذى عليها فهيقل. الأولي مفيش حد هيتغذى عليه فأعداده هتزيد. يبقى الإجابة تزداد أعداد المستهلك الأول وتقل أعداد المستهلك الثالث. تعالى بقى معايا هنا تاني. 3. اكتب الصيغة الجزيئية لنترات الكالسيوم. ارجع هناك تاني بسرعة يلا. عندك الكالسيوم Ca، النترات NO3، CaNO3. لكن خد بالك أنا عارف إن الكالسيوم تكافؤه ثنائي، يبقى اللي جنبه هديله كام؟ 2، فهقول له CaNO3 باي 2 لأن الكالسيوم ثنائي. من الصخور النارية الجوفية الكوارتزيت، طبعا الكوارتزيت ده هنكتب مكانها الجرانيت. عملية التبخر عكس عملية التجمد. والله ما سؤال. تبخر أكيد عكس عملية التكثف. تكتب التكثف تكتب التكاثف الاتنين صح. طيب بص بقى على الرسمة، روح بقى هناك بص على الرسمة اللي قدامك دي يلا. ما أثر غمس شريطي دوار الشمس في الأنابيب 1 و2 و3؟ لو حطيت هنا وهنا وهنا دوار شمس ايه اللي هيحصل؟ طيب تعال نشوف يلا. انا عندي اول محلول Na2CO3، المحلول التاني NaCl، المحلول التالت NH4Cl. طيب ركز بقى معايا. في الانبوب الاول هيتحول لون ورقة دوار الشمس الى اللون الازرق لان ده محلول قاعدي او محلول قلوي، فهيحول ورقة دوار الشمس الى الازرق. طيب انما هنا اللي في الاخر ورقة دوار الشمس هيبقى لونها احمر لان ده حمض. طب تعالى بقى على NaCl، ده هيبقى متعادل، يعني الورقة هيفضل لونها ثابت مش هيحصل حاجة فيه، لونها ثابت. طيب ماذا يحدث عند إضافة الماء إلى الأنبوب رقم 4 مع الرج وبما تفسر؟ طب أنا عندي هنا كلوريد الفضة. كلوريد الفضة اللي هو AgCl. أنا عارف إن كلوريد الفضة ده شحيح الذوبان في الماء، يبقى هقول لا يذوب كلوريد الفضة في الماء لأنه شحيح الذوبان في الماء. طيب قارن بين الصفات الوراثية والصفات المكتسبة من حيث التعريف. طبعا الصفات الوراثية دي صفات بيرثها الأبناء من الآباء دون تعلم، إنما الصفات المكتسبة هي صفات يتعلمها الكائن من البيئة المحيطة دون وراثة، يعني ما بيورثهاش. قارن بين الشغل والسرعة من حيث القانون. طب هقول له والله الشغل ده بيساوي القوة في الإزاحة. الشغل بيساوي القوة في الإزاحة، إنما السرعة المسافة على الزمن. ده قوة في الإزاحة، هنا الشغل قوة في الإزاحة، هنا السرعة مسافة على الزمن. طيب اكمل. يتركب الكروموسوم كيميائيا من نقط ملتفة حول نوع من البروتينات، طبعا من حمض نووي اللي هو DNA، حول نوع من البروتينات يعرف باسم هيستونات أو هيستون. يعرف باسم هيستون. هيستون أو هيستونات عادي الاتنين صح. طيب يلا بينا. رقم 2.
يتحد كاتيون الهيدروجين مع أنيون الكبريت مكون الحمض بيعرف بحمض. طبعا عندي هيدروجين وكبريتيت هيدينا حمض الكبريتي الكبريتيك. وصيغته الجزيئية هي H2SO4. H2SO4 اللي هو حمض الكبريتي. طيب علل. الشمس والجاذبية يحافظان معا على استمرارية دورة الماء في الطبيعة. طبعا هقول له لأن الشمس تسبب في تبخر الماء من المسطحات المائية، والجاذبية تعمل على جذب الماء مرة أخرى إلى سطح الأرض من خلال عملية الأمطار. السؤال ده اتكرر كتير جدا، المفروض تكون حفظته بقى خلاص. عنصر الألمنيوم أكثر صلابة ودرجة انصهاره أعلى من الصوديوم، لأن الصوديوم 281 لما نوزعه، إنما الألمنيوم 283. وبما إن الألمنيوم عنده إلكترونات تكافؤ أكتر من الصوديوم فهو يبقى أشد صلابة ودرجة انصهاره أعلى. نوع المقصود بكل من التجوية الميكانيكية هي عملية تفتيت وتكسير الصخور دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي، مش هيحصل تغير في تركيبها الكيميائي. طيب المكافحة البيولوجية قلنا ده نظام غذائي تستخدم فيه الكائنات الحية للقضاء على الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الحشرية زي الدعسوقة كده مثلا. طيب اختر الإجابة الصحيحة. تصنع سبيكة البرونز من عنصرين، طبعا القصدير والنحاس. ولو إجا في محافظة تانية سألك عن نسبة، أنت عارف إن النحاس 95% والقصدير بيبقى 5%. العلاقة الغذائية بين الديونيا والحشرة علاقة طبعا افتراس. اذكر أهمية دليل يونيفرسال. طبعا دليل يونيفرسال بيستخدم في تحديد قيمة pH للمحاليل بطريقة تقليدية عشان نقدر نفرق بين الأحماض والقلويات والأحماض الضعيفة وبعضها والقلويات الضعيفة والقوية بينها وبين بعض. طيب اذكر أهمية الجينات. طيب قلنا قبل كده إن الجين بيكون مسؤول عن إظهار صفة وراثية محددة في الكائن الحي، لأن كل جين بيفرز إنزيم. الإنزيم مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي، هذا التفاعل الكيميائي بيتسبب في تكوين بروتين يعمل على إظهار صفة وراثية محددة. الشكل اللي رسمه لك ده بيقول لك إذا علمت أن مجموع طاقتي الوضع والحركة لجسم كتلته 5 كيلو عند النقطة B 600، احسب طاقة الحركة عند النقطة A علما بأن شدة مجال الجاذبية الأرضية 10. طيب أول حاجة هقول له والله طاقة الوضع بتساوي، ركز بقى معايا، هقول له أهو طاقة الوضع بتساوي، أنا عندي طاقة الوضع بتساوي الكتلة في الجاذبية في الارتفاع اللي هي M الكتلة في G الجاذبية في H اللي هي الارتفاع. طب تعالى كده نطلع معطيات يلا. الام اللي هي الكتلة هو كده كده قال لي ب5، استنى اغير لك اللون، هو كده كده قال لي الكتلة ب5، والجاذبية هو قال لي هي ب10. طيب بالنسبة للارتفاع هقول له 7 اهو، هو مدينا اهو ال7 اهي. طب نحسبها كده على الآلة الحاسبة ونجيلكوا هتطلع 350. طيب هو عايز طاقة الحركة عند نقطة ايه؟ أنا كده جبت طاقة الوضع، طب أنا عايز أجيب طاقة الحركة. طب ما هو بيقول لك الحركة والوضع مع بعض 600. طب أنت دلوقتي جبت الوضع ب 350، بقول له 600 ناقص 350 نعمل على الآلة الحاسبة 250 جول. كل سنة وأنت طيب، خلصنا المحافظة، أشوفك في محافظات تانية إن شاء الله. معاك مستر كريم درويش بروفيسور العلوم.